ايه ده ايه ده؟ احلام مراتي؟ احلام، انت ايه اللي عمل فيكي كده؟ احمد. احمد ايه وقاعده كده ليه؟ قومي معايا، قومي نروح البيت. لا لا اقعد. هو ايه اللي تقعدي هنا؟ هو في ايه اللي حصل اصلا؟ حصل لك لا ايه؟ قومي لا لا يا بنتي، يا بنتي بقول لك تعالي. تعالي ما تخافيش. لا تعالي هنروح البيت. لا 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 عند مامتي. لا مامتك لا هتروح عند مامتك. طب تعالي تعالي بس، تعالي معايا ما تخافيش، تعالي يلا. مامتك لا. ما تخافيش يلا بس. يلا تعالي يلا. مامتك لا. تعالي تعالي ما تخافيش بقى. تعالي يلا. الشغال بتاعي. يلا طالما انت مش عايزه تروحي عند والدتي، ادخلي ادخلي هنا. هرجع لك تاني دلوقتي، خليك هنا. امال في ايه؟ امال ابنك ما بعتش فلوس الشهر ده ولا ايه؟ لا بعت يا ساتر، بتشم ريحتهم. ايوه كده. بقول لك ايه، يبقى عرفيني ان ابنك هيجي امتى من السفر عشان نعمل حسابنا. اسكت بقى ما تفكرنيش، امال لما يجي يعرف اللي عملناه في البيت هيقول ايه بس؟ هيعمل ايه يعني؟ ولا اي حاجه، قضاء ربنا. اتجننت وبقت ماشيه في الشارع احنا ما عملناش فيها حاجه. ولا كلمناها؟ لا بس حلوه قوي الفلوس. ايه؟ اروح اظبط حالي بقى. ماشي؟ شوف الراجل. وهجيلك على طول. ماشي؟ ما تتأخرش. عينيا. باي. لو ما كنتش بحبك يا ابن الايه، بس اعمل ايه بس؟ ايه ده في ايه؟ ايه ده ايه ده؟ انت مين وبتعمل ايه هنا؟ انت اللي مين؟ نعم انا اللي مين؟ انت اللي جابك هنا، وايه الفلوس اللي معاك دي؟ نزل ايدك. انت عايز ايه اصلا؟ لا بس هو انا افهم يا امي، يا امي. ايه ده؟ ده صوت احمد ابني. هو جه من غير ما يقول لي ولا ايه؟ ايه يا احمد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ام. هو في ايه بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ تعالى بس يا ابني عشان الجيران، تعالى خش وبعدين افهمك. طيب استاذن انا بقى، ده طيب مرة يلا عائلية. مع السلامه. استنى، خد تعالى هنا. رايح فين؟ ادخل 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 لما افهم ايه الحكايه بالظبط. هتفهم ايه بس يا ابني؟ نورت يا احمد. تقدري تقولي لي مين ده وبيعمل ايه هنا؟ اهدى بس يا احمد. ده جوزي. نعم جوزك؟ جوزي على سنة الله ورسوله. ايوه انا جوز امك يا ابني، في حاجه ولا ايه؟ هو انت مفكر يا احمد الناس سابتنا في حالنا؟ كل ده بيلطش فينا وده بيلطش فينا ومحدش سايبنا في حالنا. ومراتي فين؟ مراتك؟ مراتك يا ابني كان ماشيه، استغفر الله العظيم، يعني ربنا يستر على ولايانا، ومشيت في السكه البطاله دي يعني، فيا ريت ما تدورش عليها ولا تقول ليا زوجه تانية. الله يسهل لها، كانت بتحب واحد ومشيت معاه، لولا بقى اولاد الحلال هم اللي شافوها وقالوا لي بدل ما تفضحك يا ابني وتفضحنا هنا في الشارع، الحمد لله انها غارت. خلاص بقى يا جماعه ما تجيبوش بقى السيره دي، والله يسهل لها، ومش عايزك انت بقى تزعل. وانت ليه يا امي ما كلمتنيش وقلت لي حاجه زي دي؟ برغم ان انا كنت بكلمك يوم ويوم حتى ما جبتليش اي سيره. هقول لك ايه بس يا ابني، يعني هتبقى شغال وتعبان وكمان مشغول بمراتك. انا قلت لما تيجي. هي ابن امك بتحبك قوي وكانت عامله عليك، مش عايزه تقلقك بقى وانت في غربتك. ما هو بقى المشكله مش في كده، المشكله ان انا محول لها 3 مليون على اسمها هي وعلى حسابها. يا مصيبتي. بتقول ايه؟ 3 ايه؟ 3 مليون باسم مين؟ مراتي. طب انت ممكن تقدر تسحبهم تاني. ما خلاص الفلوس اتسحبت بالفعل. سحبت؟ اسود. طب ايه اللي عمل دلوقتي؟ مش عارف اتصرف ازاي. انا تقدر نوصل لها ازاي؟ انا مش عارفها هي فين مكانها اصلا. مش قلت لك هي كانت ماشيه ماشي بطال، طلع بقى اللي بتحبه بقى صرفته عليها. اكيد. ضحك عليها صح؟ اكيد طبعا. حسبي الله والله ونعم الوكيل. يا ابني مش كنت تقول لامك؟ كانت امك اولى بالفلوس دي. عامة مش مهم يا حبيبي، اقعد النهارده هعمل لك اكله ما حصلتش، اكله من بتوع امك اللي كنت بتحبهم زمان. طب استاذنكم انا بقى، خليكم تقعدوا شويه دول مع بعضيكم. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ما تزعلش نفسك. 3 مليون؟ 3 مليون وهي وانت سيبني فتافيت؟ لا ده لازم ادور عليها واجيبها حتى لو هي فين. ها
قول لي بقى يا حبيبي، اعمل لك اكل ايه النهارده؟ اي حاجه يا امي. عينيا. اكيد هيدور عليها دلوقتي. وانت يا امي بقى تطردي مراتي في الشارع وتعملي فيها كده عشان خاطر الفلوس وعشان خاطر تتجوزي؟ 3 مليون؟ ده انت طلعت غبي قوي، مش ناصح زي امك. يا امي انا خارج وراجع على طول. انا اسف اني سبتك الفتره دي كلها، بس عايز اعرف حاجه، ازاي بس وصلوكوا للمرحله دي؟ ما تخافيش، تعالي دلوقتي انا هاخدك ونروح لدكتور. تعالي امشي، تعالي. بس كان دايما مرميه هنا على طول في شويه الزباله دول. ايوه الشوال بتاعها اهو. ما انا اكون راحت فين يعني؟ اختفت؟ ماشي، بس انا لازم اجيبها، ده 3 مليون. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده؟ في مالك؟ انا اول مره اشوفك. اول مره تشوفني؟ هو عماد اللي بعتها معاك؟ عماد ايه واول مره تشوفني فيه؟ انا مش فاهم حاجه. اصل عماد هو اللي بيجيب الست دي هنا. عماد؟ اه. ويا ترى بقى بيجيبها ليه؟ لا هو يبقى يقول لك. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ قرايب تاخد دول وترسمها على الموضوع بالظبط وتقول لي ايه اللي بيحصل وبيجيبها هنا ليه؟ اخد دول؟ مادام كده انا هقول لك. الست دي عماد بيجيبها هنا عشان ادي لها حاجه توه دماغها خالص. طب هو بيعمل لي كده؟ عشان جوزها مسافر وبيبعت فلوس كتيره قوي. ايوه برضه ايه الفكره وايه اللي هيستفادوا؟ هو اللي بياخدها. عشان ياخد الفلوس؟ انا بيعمل كل ده عشان الفلوس؟ ايوه. انا قلت برضه اللي في حاجه غلط. اعتبرني ما قلتلكش اي حاجه. ولا كاني شفتك. ماشي. طب دلوقتي الحاجه اللي انت كنت بتديها لها، طب علاجها ايه؟ نعالجها ازاي؟ واعمل حسابك ان ما اتعالجتش والزفت اللي انت كنت بتديه لها ده ما اتعالجتش منه، مش هسيبك في حالك. لا انا هعالجها. تعجبني. ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تعالى معايا. تعالي. ايوه. هو ابنك فين؟ خرج. ايوه. تلاقيه خرج بقى عمال يدور على الست هانم عشان ال 3 مليون. هو ابنك دي حصل له حاجه في دماغه ولا ايه؟ والله ما انا عارفه، شكله اتجنن. ده انا قلبت عليها طوب الارض ما لقيتهاش، مش عارف غلط على انهي حته. طب هنعمل ايه؟ انا مش عارف بقى. انا كنت عامله لابني اكل، اجيب لك بقى تاكل لقمه كده ترم عظمك. اكل ايه وبتاع ايه؟ هو الواحد بقى له نفسي ياكل لقمه بقى يتبعت لنا احنا الفتافيت ويدي الهوبر للست هانم 3 مليون؟ انا مش عارف هو اصلا عقله كان فين لما بيديلها 3 مليون. والله ما ازاي عارفه. ما قالكيش؟ خالص. ده كانت واكله بعقله حلاوه. اكيد طبعا. لا بس انا مش هسكت، انا لازم اجيب البت دي واخد ال 3 مليون. انت هنا؟ طب حلو قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. طيب استاذن انا بقى. هتستأذن رايح فين؟ اهدى. وبعدين اقعد كده وهي تقوم تعمل لنا كده حاجه ناكلها عشان يبقى عيش وملح. طبعا. وانت هتمشي تروح فين؟ انت جوزي. صح، ولازم تبقى قاعد هنا معانا. اكيد. بس في بقى مفاجاه انا محضرها لك. مفاجأة ايه دي؟ اهدى بس، مالك قلقت لي كده؟ انا جهزت الورق وهسافر تاني. سافر تاني؟ سافر تاني. اه. بس عندي مشكله بسيطه بس. خير. مش عارف اتصرف ازاي. قول لي ممكن اقدر اساعدك في حاجه يعني؟ في مصنع هنا في مصر فاتحه ومش عارف هسيبه لمين، وهبقى مأمن لمين عليه لحد يديره. فبصراحه فكرت فيها ما لقيتش غيرك. عايزك تدير لي المصنع وانا مجهز كل حاجه. انا مش فاضي بس عشان يعني يبقى في ايدي امينه هوافق طبعا. طبعا. فعلا ده العشم. انا محضر كل حاجه. هقوم دلوقتي اجيب الورق واجي لك واقف على امضتك، ده توكيل ليك بحيث تتصرف، مفيش اي حاجه تقف عليا عشان انت عارف سفر بقى ودنيا. لا يا احمد ما تقلقش، هيبقى في ايدي امينه باذن الله. ربنا يوفقك يا ابن بس قلبي يا رب، ربنا ينجحك يا رب ويكبر بخاطرك. شفت الواد؟ ماشي.
انا هعرف ازاي ارجع حقي واعلمكم الادب. ده الواد ابنك ده طيب زيك تمام، طبعا. ومن نيته كويسه وقعوا في واحد امين زيي. بركه. معلش يا جماعه لو اتاخرت عليكم، لا عادي ولا يهمك. بس بقى عايزك تمضي لي هنا، قوي قوي. هنا كده، وانت كمان امضي لي هنا انا كمان. عشان تبقي شاهده، اصل ده توكيل عام عشان يعرف يتصرف في كل حاجه. ايوه امضي امضي. ماشي يا ست الكل، معلش هتمضي لي هنا كمان. ماشي. يلا. انت عارف انا مشغول، لكن انت بس لو قريب مني ما اقدرش اتاخر عنك. محرمش منك. امضي يا جوزي. عشانك انت. يلا بس حلو قوي كده. هو ده الوقت المناسب اللي اخش دلوقتي واشوفهم بيعملوا ايه زي ما قال لي. انا هقوم بقى اعمل لكم لقمه كده تحلي بقكم بالمناسبه الجميله دي. ماشي. طبعا مناسبه جميله جدا. ويا ريت تعملي حسابي معاكي يا حماتي. ايه ده؟ انت ازاي كده؟ وايه اللي جابك هنا؟ متوتره ليه بس؟ ده انت وحشتيني حتى. وحشتك انت؟ ليك عين تيجي هنا بعد اللي انت عملتيه؟ يلا امشي اطلعي بره. لا تمشي تطلع بره فين؟ لما تجيب 3 مليون الاول. صح. واحنا على فكره قلنا لجوزك على كل حاجه، واللي انت كنت بتعمليه استغفر الله العظيم يا رب. ما تعمل حاجه يا احمد يا ابني. خلصتوا كلامكم؟ مشيها يا احمد. فبالنسبه بقى للمناسبه السعيده، لو في حد ليه الحق انه يمشي من هنا يبقى هو انت والزباله ده. ليه؟ خلاص كل حاجه اتكشفت وبقت على المكشوف. هو انتوا ما تفكركمش اللي عملتوه فيها ورميتوها في الشارع وخليتوها غايبه عن الوعي؟ ايه اللي انت كمان بتقوله ده؟ بتتكلموا في شرفها وسمعتها. ده انتوا ما عندكمش قلب. ما انا رحت للدكتور وعرفت كل حاجه، وعرفت انك كنت بتوديها للدكتور عشان تاخد حاجات تخليها زي المجنونه. ايه مصدومين صح؟ استنوا خدوا المفاجاه الكبيره. بالنسبه اللي مضيت عليه ده مش توكيل ولا حاجه، ده عقد الشقه بتاعتك عشان ما يبقاش ليكي حاجه، وعقد بالشقه بتاع حضرتك اللي انت شاريها من فلوسي من تعب وشقايه. كده يا احمد. اتفضلوا بره. اتفضل بره. زباله. ايوه، يبقى خلي الاستاذ بقى يعيشك ويصرف عليك ويشوف لك مكان تقعدي فيه اللي كان بتديله من تعب ابنك. انا كنت متغرب عشانكم، هو ده اللي المفروض كنت تبقى سند وظهر ليها، تعملي فيها كده؟ يا خساره يا امي، يا خساره بجد. لا استنى بقى، ولا طرد ولا غير طرد، ان كان على امك فامك طالق. سلام يا ابن المدام. طيب بالنسبه للشقه بقى ما ترجعهاش، عشان لو رجعت لقيتك فيها هقول انا مسكت حرامي. يلا في داهيه. شفتي؟ باعك. ما تزعلش مني يا ما احمد. زعلش منك ايه؟ كانت انت غلط. جالك قلب تعملي كده ازاي؟ غلطه يا ابني. هنت عليكي؟ وهي دي كان ذنبها ايه؟ عشان خاطر ايه؟ يا خساره. على فكره دي عملت معايا كتير قوي. اطلعي بره يا امه، مش عايزه اشوف وشك تاني. ايه يا احمد؟ طب بصلي وانت بتطردني. اوعى عينك ما تلمسنيش. اطلعي بره خلاص. مش طايقك. معلش يا احمد ما تزعلش، اكيد هتعرف غلطها وهترجع، بس لازم تقرصها. خلاص، اهم حاجه بس ان كل حاجه اتكشفت على حقيقتها، الحمد لله انك رجعت. وان انت رجعت احسن من الاول. هو انا عملت ايه مع احمد كده علشان يطردني؟ في ابني يعمل مع امه كده؟ لا اله الا الله. يا رب سامحني يا رب على اخطائي.